النهارده بقى جايه لكم بفكره عبقريه وهتسهل عليكم كتير في غسيل السجاد. وبجد يعني اختراع. هاتي بس مش عايزه منك اكتر من كيستين، والكيسه تكون طريه، وفرشه من فرشه غسيل السجاد، فرشه مخصصه كده لغسيل السجاد. وتعالى ما اقول لك بقى هنعمل كده بطريقه وبخلطه عبقريه. انا عامله بقى معاكم خلطه كده لغسيل السجاد هتسهل عليكم كتير وهتنضف اقوى البقع اللي في السجاد. يعني ولا تقولي لي بقى مغسله ولا تقولي لي تعب في غسيل السجاد. في ثانيه وبسرعه الصاروخ هنكون غاسلين كميه من السجاد في ثانيه بالخلطه اللي احنا هنعملها مع بعض. اول حاجه بس يا ريت لو اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه، تنوري قناتي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل جديد يوصلك. ويا ريت فضلا منك وليس امرا اللايك يا جماعه عشان يرفع الفيديو. يعني اللايك اهم حاجه عشان يرفع الفيديو. زي ما انا بتعب معاكم وبقدم لكم حاجات حلوه ووصفات حلوه تفيدكم، يا ريت تفيدوني باللايك. معايا صابونه من البلدي، انا جايباها من عند دكان البقاله. الصابون العادي ده اللي بنغسل بيه المواعين، الصابون الابيض او الصابون البلدي الاسمر العادي. وهبتدي ادوبهم كده بكوبايتين ميه مغليه. بجد عايزه اقول لك ان الخلطه دي يعني هتنسف اي دهون في السجاده او اي اتساخات في السجاده ايا كانت صعبه معاك الاتساخات. هبتدي بقى ادوب الصابون الابيض اللي معانا ده او صابون اسمر. لو كان عندك بواقي كمان صابون ممكن برضو تبشريها. وهنزل بلتر من الصابون السائل. اللتر الصابون السائل ده رخيص جدا ب5 جنيه من عند بتاع المنظفات. مش اللتر مش الصابون المغلف اللي في ازايز، لا ده بيبقى لتر كده بجيبه من عند بتاع المنظفات، بيبقى رخيص جدا اللتر ب5 جنيه. ومعايا برضو كلوركس الالوان برضو بنفس السعر. كنت جايبه الربع او اللتر ب10 جنيه. هو الكيلو كان عامل 20 جنيه السايب كلوركس الالوان، فانا جبت نص كيلو ب10 جنيه. وده ارخص من المغلف كمان. واحنا كمان عاملين مقاطعة على الكلوركس الالوان، فاحنا بنجيب كلوركس السايب من عند بتاع المنظفات وبسعر كويس جدا، وارخص كمان من اللي بيبقى متعبي في ازايز. معايا معلقتين من الكربونات وكربونات الطعميه اللي بتتحط في عجينه الطعميه او المخبوزات. ومعايا شويه ميه مغليه كده وادوب فيهم الكربونات، هتتفاعل معايا طبعا وتعمل فوران. وهنزل عليهم بالمكون اللي احنا عملناه. عايزه اقول لك بقى هننزل دلوقتي بمكون هينسف لك اي تسخات. وكمان حاجه كده سحر، معايا بقى بوتاص او القطرونه. ناس كتير بتقول على القطرونه، هي كانت عندي وابتدت تسيح، يعني ابتدت تبقى قطرونه سايله. في قطرونه سايله وفي قطرونه عامله زي حبيبات الملح كده، الخشن اللي بتبقى شكلها كده زي التلج كده. هي ابتدت تسيح، فانا ابتدت استخدمها في غسيل السجاد. يعني انت لما تيجي تطلبيها من عند بتاع العطاره تقولي له قطرونه او بوتاص، هتلاقيها محجره كده زي الملح كده، كتل الملح كده. بس هي ثابت عندي، وفي منها السايله. هي الثابت من درجه الحراره كانت عندي عاليه قوي وحاطاه في مكان فيه حراره فهي ثابت، فابتديت احطها في المكون الغسيل السجاد. يعني ابتديت استغلها استغلال صح، حطيتها في مكونات الغسيل السجاد دي وهتنسف معاكي اقوى الدهون. هجيب بقى الكيستين بقى، ودي فكره بقى رهيبه جدا هتسهل عليكي بقى غسيل السجاد وبجد بدون حلفان حاجه كده. يعني لو قدامك 50 سجاده تغسليها في ثواني. وكمان بالخلطه اللي احنا عاملينها دي هتنسف معاكي اي تسخات في السجاد. ابتديت اخد الكيسه اربطها من هنا، ويا ريت الكاميرا تكون جايباها معاكي وبس صح، واربط ناحيه من هنا وناحيه من هنا زي ما انتم شايفين كده. تيجي تغسلي بيها بقى رايح جاي كده هتسهل عليكي كتير. هبتدي بقى اخد المركز ده اللي احنا عملناه تقل طبعا. المكون اللي احنا عملناه من البوتاص او الصودا كاويه ابتدت تبقى تقيله معايا، السمك تقيله اهي لما اتركنت شويه، لان البوتاص ده مفعوله قوي جدا، اللي بتحط في الصابون وبتحط في المصانع بتاعه الصابون، وبنعمل منه الصابون البلدي. فابتديت احط منه كده، والناس بتجيبه في تسليك حجر تسليك المجاري، وبيقولوا عليه حجر تسليك المجاري. ليه كذا اسم يا جماعه، في بوتاص وفي قطرونه وفي حجر تسليك المجاري في البلاد العربيه اللي بره. ابتديت بقى اخد بس يعني كوبايه كده وابتدي اشرب بس السجاده عشان عايزاها تلين معايا خالص، واي سخان تلين معايا. يعني هسيبها حوالي ربع ساعه كده لينها كده من الميه، وهبتدي بقى اغسلها بعد ما تلين معايا كده عشان الوساخه تطلع معايا بسرعه. ابتديت الينها بقى، وعايزه اقول لك الفرشه، يعني السجاده دي ما خدتش مني 10 دقايق وكنت خلصتها بالفرشه كده رايح جاي. سهله معايا جدا لان الاكياس بتسهل عليا كتير، مش بتعصلك معايا في السجاده. ابتديت اغسل بقى السجاده رايح جاي كده بالمكونات اللي احنا عاملينها دي. يا ريت تحتفظوا بجد بالفيديو ده، لان الخلطه اللي احنا عاملينها دي خلطه جباره لغسيل السجاد. يعني كلوركس الالوان والبوتاص والكربونات وكمان البريل السائل مش هيعمل لها يعني لو انت غسلت باريال هيديها بهتان شويه كده، ولو غسلتها بالكلور الابيض برده هتخليها تجرب معاكي. لا المكونات اللي احنا عاملينها دي عايزه اقول لك ان هي هتنضف السجاده من غير ما
بتبقى السجاده معاكي بتبهت شويه او تجرب معاكي شويه. لا دي بجد يعني بطريقه حلوه ووصفه حلوه وخلطه جميله جدا. وكمان فكره الاكياس دي اللي احنا عملناها في الفرشه هتسهل عليكي في غسيل السجاد. عايزه اقول لك الفرشه دي بجد تحفه جدا في غسيل السجاد. يعني لو انت ما عندكيش الفرشه دي يا ريت تشتريها لغسيل السجاد، بدل ما تقعدي كده وتغسلي بالفرشه الايد دي. لا دي بتسهل عليكي كتير كتير كتير. هوريكي بقى دلوقتي نتيجه الغسيل. عايزه اوريكي النتيجه، يا ريت بس تكملي معايا لحد الفيديو الاخر، ويا ريت تقولي لي انت بتابعيني من اي بلد وتكتبي لي تعليق حلو منك، حتى لو حرف كده، لو قلب، لو ورده، لو اي حاجه منك، المهم تفرحيني بتعليق حلو منك كده او كومنت كده حلو منك عشان خاطر الفيديو يترفع. ويا ريت ما تنسونيش لو واصله معايا لحد دلوقتي، يا ريت ما تنسونيش في اللايك. لايك يا جماعه عشان الفيديو يترفع. يعني اتمنى منكم لايك حلو كده يفرحني، وتعليق منكم كده جميل، وتقولي لي انت بتابعيني من انهي بلد. انا ماشيه معاكم اهو خطوه بخطوه، وبعد كده اوريكي يعني كل الفيديو ده كلها خطوات مهمه. هبتدي بقى اوريكم بس حته كده اللي اتغسلت معايا بالمساحه. هي عموما لو الجلده اتشالت منك ممكن تعملي بالمساحه، هتنضف احسن من الجلده كمان. في ناس كتير بتشيل الجلده وتغسل بالمساحه كده، بتبقى ناشفه وتنضف معايا السجاد زي ما انت شايفه. شوفوا الجزء اللي اتغسل يعني فظيع. انا شايله الجلده منها خلاص اهي، شلت الجلده من المساحه وابتديت اضغط كده واوريكم. خلاص هي اتغسلت معايا بقى، ابتديت اصفيها وابرمها كده على المساحه. شايفين المساحه من تحت اهي، ابتديت اصفيها على المساحه. عايزه اقول لك الفكره دي جميله جدا، ان انت بتصفي السجاده على المساحه كده بتبقى مفروده، مش هتتكسر معاكي، استحاله تتكسر معاكي لانك انت عاملاها على سايط المساحه، ومقعد من تحت، بتبقى المساحه من تحت هي المقعد. لو خرطوم بقى من فوق كده وابتدي بقى تشطفيها. انا ما كانش عندي خرطوم طبعا ولا الدش، فكنت بغسل بالكوبايه زي ما انت شايفه كده لحد ما كتر الرغاوي والاتساخات نزلت منها. وابتديت اقعد معاها ربع ساعه كده اكب عليها ميه، والميه بتتصفى لوحدها بالمساحه، عامله لها سندات كده مش بتتكسر السجاده. فكره حلوه يا جماعه، اعتمدوها بجد عندكم. ابتديت بقى اصفيها خالص خالص، وبعد كده بقى جبت شويه ميه مغليين وعليهم دوني او عليهم معطر، وابتديت بقى بالميه المغليه دي وابتديت اكب على السجاده. بتطلع معايا السجاده ريحتها رهيبه.